السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه النهاردة؟ ليلة وترية، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. ما تنسوش في أول التعليق تصلوا على الحبيب المصطفى وتدعوا لنا لأم عبد وهم بالسلامة وتقف تاني على رجليها. وهتقولوا لي يعني انت هنا يا ام يوسف؟ هقول لكم انا جيت هنا عند ام عبده عشان خاطر منى قاعدين متمرمطه مع امها بقالها يومين ثلاثه ولا اسبوع، فقلت انا اريح منا شويه نشيل بعضينا وكده، لان ام عبده زي ما انتم عارفين تعبانه شويه، يا رب يقومها بالف سلامه. وقلت اكمل انا باقي الروتين، يعني باقي التنظيف مكان منا. ما تنسوش بالله عليكم تدعوا لها دعوه حلوه في يوم عرفه، ربنا يشفيها ويخليها لاولادها وترجع تاني تنور البيت بالحركه والضحك والمرح بتاعها وفيديوهاتها الجميله. واحب اقول لكل الناس وكل حبايبنا وكل اصحابنا كل سنه وهم طيبين. وما تنسوش دعوه حلوه من القلب لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا ان شاء الله باذن الله ويقويهم على اللي هم فيه. وام عبده تقول لكم كلمه تعيد عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وحشتوني كتير كتير يا حبيبي، والله من آخر مرة كنت معاكم، بس اعذروني والله ما يحوشنيش عنكم غير الشديد القوي. والله رجلي وجعاني خالص، مش قادرة ان انا اقف عليها، يعني تقريبا بمشي بحجز بنط كده، معرفش. الحمد لله الحمد لله، ربنا يعني الكل اللي يجيبه ربنا كويس الحمد لله. واخت ام يوسف ربنا يخليها يا رب ويديها خلي لها اولادها ويديها صحتها. حلفت والله، قالت يا بنتي خليكي منا واقفه، قالت لا ابدا لازم اجي وايدي بايديها وكده. والله لحقتها، قالت لا كفايه انت يا منا لحد كده، وهتكمل هي، ربنا يبارك لها يا رب ويديها صحتها يا رب ويديم عليها نعمه يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. وكل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعضينا كده روتين بسيط، هننضف السلم. طبعا انا جيت على بال ما جيت من بيتي، على بال ما خلصت غسيل ونشير، انتوا عارفين يوم الغسيل بتاعي المحروس ده. لقيت منى ربنا يديها الصحه كانت مخلصه الشقه لمامتها بالمطبخ بالحمام بكله، فانا كده هعمل انا السلم بره بمدخل البيت مع بعضينا كده، وهنسيب ام عبده مريحه ايه على الكنبه. هاتك معايا يا يمين. لا يا حبيبتي تعبك روح. افتحي 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 خالص. تعالى يا يوسف من هنا كده. عايزه الله يعوض. انتوا عارفين طبعا عشان خاطر يوم عرفه ده الواحد ما حرام، يعني مش مستحب الشغل فيه، عشان خاطر بتبقى الناس هناك واقفه بتلبي وكده، واحنا هنا بننظف، فكله بينظف قبل يوم الوقفه دوت. ربنا يا رب يكتبها لنا ان شاء الله باذن الله ويكتبها كل المسلمين يا رب العالمين. ماشي. تعالى هنا تعالى هنا يا منصور. اجي اجي ادخل جوه يا فشل البوبي. اللي بره لا يا ستي ليه؟ كل سنه وانت طيبه. الله يخليك يا حبيبتي في حياتك يا رب. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده التراب، الواحد مهما يكنس ومهما يعمل، هي مداخل البيت بتبقى كده، اي مدخل بيت. ماشي يا حبيبتي، تعالى كده يا يوسف معايا، ركز معايا ها. ايوه كده على المكنسه من تحت.
كده. معلش لو الاضاءه معايا هتبقى مش حلوه عشان النور بيلعب من بدري، مش عارفه ليه يعني. يوسف حاول تجيبنا احنا الاثنين عشان الفيديو ما يطولش عليكم حبايبي. فانا هخلص كنيس السلم وهرجع لكم تاني ان شاء الله وانا بمسح. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما لميت التراب. معلش انا بحب اطروع الميه كده. المفضل ليا في مسيح السلالم بحب اكب الميه كده وهي تنزل براحتها وانا بعديها انشف على العادي، بحيث ان هو لو في تراب تاني مع التراب وانت بتكنسي كده بيجاري يعني تحسوا ان هو بيهيل كده فبيجي تراب تاني فالميه دي تروح واخداها ونازله. طبعا انا حاطه في المعبد وحاطه في الميه ديت كلور واريال وفنيك، حاطه الخلطه بتاعتها يعني التركيبه بتاعتها. ربنا ما يقطعلهاش عاده وتدعوا لها يا حبايبي كده بالله عليكم تقوم بالسلامه وترجع تاني كده تنور بيتها بحركتها وتمنع عليكم الدنيا فيديوهات. عشان خاطر بجد فعلا يعني البيت ما بيبطلش طلبات وهي يا عيني بتسترجل تطلب من اي حد اي حاجه حتى ولو بنتها، ما بترضاش تقول لك حرام برضه صحتها ومش عارف ايه، انتوا عارفين البيت يعني. وكده يا حبايبي اكون خلصت السلم لمعبده والمدخل لمعبده زي ما انتم شايفين اهو كده النظافه. ركز يا يوسف على السلم ماشي. هحط لها طبعا كل حاجه مكانها عشان خاطر هي يا عيني مش هتبقى تموت. تعالى يا يوسف كده بس معلش الاضاءه بس من عندك كده الاضاءه مش هتبقى كويسه تحت لو نزلت بيكم تحت. ادي السلم اهو بعد ما اتعمل وتخلص. تعالى يا يوسف. وبكده اكون خلصت الروتين بتاعي وكل سنه وانتم طيبين واشوفكم في روتين جديد. وما تنسوش تدعوا لمعاكم وتقولوا كل سنه وهي طيبه وتدعوا لها بالشفاء يا رب ربنا يشفيها ويحوش عنها واشوفكم على خير ان شاء الله. لو حد هنا او ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسونيش في الدعوه الحلوه بالله عليكم. وعايزه اكمل بس عدد الساعات بتاعتي. ربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم ويبارك في صحتكم وفي اولادكم. وبشكر اخت ام يوسف حبيبتي ام يوسف ربنا يشفيها يا رب ويحوش عنها يا رب. وما تنسوش تعملوا اللايك وتصلوا على الحبيب المصطفى وتدعوا لاخواتنا واخواتكم في فلسطين ان شاء الله وتدعوا لها بالشفاء يا رب. واشوفكم في روتين جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.